كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود أن مصنع رونو للسيارات الذي سيشرع في الإنتاج خلال شهر نوفمبر الجاري. والي وهران وخلال لقائه بمنتدى جريدة الجمهورية أمس أكد أن المقر الذي سيحتضن مصنع إنتاج مركبات فيات تم البدء رسميا في إنجازه، مجددا تأكيده أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل مهام المصنع من خلال بدء أشغال إيصال شبكة الغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي. وأضاف أن مسؤولي مجمع ستيلانتس الإيطالي تعهدوا بإطلاق أول مركبة في أواخر السنة القادمة 2023، إلا أنه بعد نهاية المشاورات بين الجانبين تم الاتفاق على إنتاج أول سيارة في السوق الجزائرية في الفاتح نوفمبر من العام القادم، أي بعد الانتهاء من أشغال إنجاز المصنع الذي سيتربع على مساحة 120 هكتار بمنطقة طفراوي. وفي السياق أوضح المتحدث ذاته أن فيات ستبدأ خلال المرحلة الأولى من الإنتاج في تسويق نوعين من سياراتها، على أن يجري تصنيع أنواع أخرى لاحقاً.